يا دكتور أنا عايز أعمل عملية مية زرقاء، ممكن تقولي إيه اللي بيحصل فيها؟ بدءا، المية الزرقاء هي ضغط عالي جوه العين بيموت العصب شوية بشوية. علاجنا بيشمل ان احنا نقلل الضغط جوه العين عشان نحافظ على المتبقي من العصب. عمليات المية الزرقاء هي مجموعة كبيرة قوي من العمليات والتقنيات الجراحية، هي مش عملية واحدة للعلاج. بنعتمد اختيار نوع العملية على أولا نوع المية الزرقاء، عمر المريض، شكل زاوية العين اللي بيحصل عندها خروج للمية زيادة من العين، هل هي مفتوحة أو مغلقة أو جزء مغلقة، حالة عدسة العين وهل فيها مية بيضاء أو منتفخة أو مخلوعة من مكانها، ثم الضغط جوه العين ابتدينا بيه كام ووصلنا بالعلاج لغاية فين، حالة العصب البصري وقد إيه حصل فيه ضمور، ولو المريض عنده بعض الأمراض الأخرى زي السكر أو الضغط. يعني إننا بنقرر خطة العلاج للمريض متفصلة مخصوص علشانه، بنحدد فيها أنهي نوع من أنواع العمليات الكتير للمية الزرقاء اللي بتكون مناسبة ليه. أهم شيء فيه إن احنا نحافظ على الضغط جوه العين في حد آمن ونحافظ على العصب البصري.